واتحداك ما تنساش اللون الاصفر بعد الفيديو ده، لان انا هكشف لكم في الفيديو ده حساسيتي واللي هتندم لو حتى ما جربتهاش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا احمد من قناة كيلر، واتمنى لو لسه ما عملتش لايك للفيديو ده تنزل دلوقتي تعمل لايك واشتراك، لان الفيديو ده اسطوري لابعد الحدود. برضو حاجة يا جماعة، ده البروفايل بتاعي والاي دي قدامكم اهو، عاوزكم تروحوا تحطوا عليه لايكات عشان اللايكات عليه ضعيفة قوي وما بتزيدش اصلا. وبس كده، من غير ما اطول عليكم يلا بينا. وزي ما سمعتوا في بداية الفيديو اللي انا هقول لكم عن اعداداتي، واللي تعتبر اعدادات حلوة، ولو انت ما بتعرفش تجيب هيدشوت، الهيدشوت عندك هيبقى حاجة عادية وبتجيبه كل يوم، بس انت لازم تتابع الفيديو للنهاية عشان تعرف الحساسية دي. ودلوقتي انا هختبر لكم الحساسية. جبت نكار ونسر الصحراء وشوتجن عشان اجربها لكم، وبرضه هختبرها لكم في جيم ذئب وحيد عشان المصداقية. وبرضه يا جماعة، الحساسية مش بتجيب كله احمر يعني زي ما انتوا فاكرين، بس اكتر الضرب اللي انت بتضربه هتجيبه احمر، يعني بنسبة 70% من الطلق اللي انت بتضربه هتجيبه احمر. والحساسية دي ممكن تشتغل معاك وممكن ما تشتغلش اوي على حسب نوع تليفون. انا تليفوني سامسونج A10 وهو موبايل قديم شوية، يعني ممكن تنفع عندك وممكن ما تنفعش، بس برضو جربوها وان شاء الله تنفع معاكم. وزي ما انتوا شايفين انا يمكن جبت 15 هيد بالنكار بس. ودلوقتي بقى خلينا نشوف الايم بنسر الصحراء. طبعا اول ضربة ما تتحسبش، وتاني ضربة برضو، بس تالت ضربة بقى بتتحسب. وانا هسيبكم انتوا تحكموا على الحساسية هل هي حلوة ولا وحشة. وانا عارف ان انتوا قاعدين ومستنيين الحساسية، وهي دي بقى يا جماعة الحساسية. اول واحدة 80 وتاني واحدة 40، والباقي بقى اعمله زي ما انت عاوز. انا عامل عدسة 2 وعدسة 4 100 وعدسة القناصة 70، بس انت حر لو عايز تغيرهم ماشي. هو اهم حاجة العام والنقطة الحمراء، هما دول اللي بيخلوك تجيب الهيدشوت، اي حاجة تانية انساها. ودلوقتي برضو انا بجرب لكم الحساسية على الشوتجن، وزي ما انتوا شايفين هي فيها برضو احمر وفيها اصفر. وكفاية بقى كده تدريب، انا هدخل لكم جيم ذئب وحيد حقيقي 1 ضد 1 عشان نشوف الحساسية هتعمل معانا ايه. ودلوقتي بقى دخلت الجيم الذئب الوحيد، وخصمي اختار UMP، وان شاء الله نطلعه على الصفر وكل الكلات احمر. ده اختار UMP وشوتجن، ودي برضو حاجة حلوة بالنسبة لنا، لان الحساسية دي ما بتنفعش في اسلحة SMG قوي، فانت لو بتحب تلعب بالSMG ما تاخدش الحساسية دي. اطلع بقى يا حبيبي عشان نوديك على اللوبي. طب انت بتحط التلجة ليه ورجليك بانية؟ ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ انتوا بتشربونا ايه يا جدعان؟ بانية؟ ايه ده؟ بس انا تعوج ولا ايه؟ المهم سيبكم الكلمة اللي انا قلتها دلوقتي وخلينا في موضوعنا احسن، تمام؟ ما تعلقوليش يا جماعة في الكومنتات. والحساسية مش احسن حاجة لحد دلوقتي، بس طبعا اول جولة ما بتتحسبش. وربنا انا شكلي كده هجيب اصفر. احمر ولا اصفر؟ احمر احمر، الحمد لله الحمد لله بالعيلة. يلا على الجولة اللي بعدها. طب انت نفسي اعرف حاطط سكايلر فين؟ طب استفيد منها حتى. انا حاسس ان انا بعمل حاجة غلط. اوف وربنا انا حاسس ان انا بعمل حاجة غلط، بس جبته على اخر ثانية، واهم حاجة جبته طلقة رأس. تمام ماشي كده، الحساسية حلوة. يختي نسيت اقول لكم اهم حاجة بالنسبة لزر الضرب، انت اعمله ما بين 35 و45، بس مش اكتر من 45 كده، الحساسية مش هتشتغل معاك. اخيرا لقيتك يا جدع، ده انا قاعد الف عليك الخريطة كلها. ما ينفعش بقى كل التعب ده يروح في الفاضي، لازم كده اجيب لقطة حلوة تشرفني، مع ان انا اللي حاسس ان انا اللي هجيب لقطة حلوة. ماشي يا عم، روح عبي دمك، اصلا ضربتك اصفر كتير، بس هودني مش هتتهنى بالدم ده. خد راح فين؟ خد تعالى واجهنا هنا على الارض، مرمى عليه كده واحدة تخوفه ومكان ينزل. يلا افتح بقك. اوف جايله بالملي، يا رب بس تتحوق فيك.
اقول لكم حاجه، انا هنزل له يمكن ينزل. ايه اضرب من فوق، اضرب يختي. اوف، لا لا لا، اللقطه دي جامده قوي. بمشيها عشان الحساسيه، بس اوعى تقول لحد. يلا بينا مع الجوله اللي بعديها. انا بقى مش عايز اتكلم في الجولتين الجايين دول، عشان بقى الصراحه التليفون عايز يشحن وانا مش عايز اضيع وقت. وزي ما شفتوا بقى الحساسية كانت معايا جحدة حتى في الجيم ومش في التدريب بس. ودي كمان شوية لقطات ليا بالحساسية. المواجه هنا Double kill. والفيديو ده كان برعاية